لا تتعلم من تأخرك السابق فتتدارك الحالي. تسوف وتسوف وتسوف مظنة أنك تنجو هذه المرة، حتى يضيع عمل اليوم تسويفا إلى الغد الذي لا يأتي أبدا. ثم تتصنع المفاجأة بالنتيجة وأنت عاقل بما يكفي أن تدرك تبعات فعلك. ها أنت تقدم أسوأ صورة يمكن أن تقدمها للشخص الملتزم الجاد، علاقة متردية مع الله، بل أسوأ، قلب المفاهيم وحيل نفسية معوجة لتغيير الثوابت بالتهوين من قيمة الوفاء بالعهد في الدنيا، لأن الدنيا غرورة والآخرة تكفي، وكأنك قد ضمنت الآخرة.